علاش أمي ما عيطتش لينا؟ زعما يكون الحاج اختار العروسة بلا ما يشوفنا. عويشة كتشوف حليمة اللي تقنتت وضربتها بسكتة. وحليمة وتيقولي لينا اش قالوا، وانتي دخلتي مدرمة تتخبطي مع الارض. حليمة طلعت فيها غير عينيها، هذا جهدها عليها، اما لسانها مشى عند الله. شافوها ما كتجاوبهمش، غير كتشوف فيهم بعينيها. ويلي انتي مالك تسمقلتي اتشوفي فينا؟ سمعوا اللغة على برا والهضرة، والراجلين كيتمشاو خارجين في حالهم. فضيلة جمعات دغيا وقفتها بجلايلها، وناضت كتجري وتطلم دهشرة. تبعتها عويشة، أما فاتحة هذيك غا معيقيزة ميلة راسها وطل. حليمة اللي باركة تخرج في عينيها وترد اللون لوجهها، قلبها كيضرب يضرب، ما تيقتش باللي جاو دواو فيها وبغاوها للزواج. اويلي، هاد دغيا مشاو عداك يكونوا اختاروا. هيا امي جايه وتقول لينا. دخلت عندهم حكيمة مدرمة عينيها معمية عليهم، تمشى قاصدة حليمة اللي في القنت واللي جالسة مجبدة عينيها. شافت أميمتها جاية عندها وتقدت في الجلسة. أنتي واش الحاج هو اللي كنتي تخرجي ليه هو؟ ايه، والله ما كنت عارفة امي باللي هو، والله ما كنت عارفة. ياك ما قلتي ليه يجوجك؟ الا، والله امي ما قلت ليه شي حاجة. تي اش واقع امي؟ ويعطيني العمالة فهمت شي حاجة. قلت يا امي الحاج شكون خطب؟ خطب حليمة. شنو؟ أيه، خطب حليمة لسي عمر، ودابا حايلوا عليا نمشي نشوف الجيلاني اش دار معاه. دارت حكيمة خارجة من البيت وهما يدوروا عينيهم الخارجين عند حليمة اللي كانت واقفة غير على نقشة، كلها تفتف وترعد وتشوف فيهم. ها ويلي واش خطبك انتي يا حليمة؟ ما عرفتش والله ما عرفت. دابا نتوما تتقولوا لي بلا شي خلق باين غادي يخطبك انتي يا حليمة. فاتحة كتشوف فيهم ولاو يبانوا ليها بالضوبل، والأرض كدور بيها، طاح ليها الطونسيو كتهدر. الدريات شدوني. فضيلة وعويشة وحليمة بغاو تشدوها قبل ما طيح. عند الباب واقف الجيلالي يشالي ويتبسم يودع في السي الحاج، والجيران عينيهم خرجوا ورجليهم كيتمشاو لعندهم باغيين يعرفوا خبارهم. خرجت لاله حكيمة وتشوف في الجيلالي. اتي راه شيخ القبايل جاي يخطب في حليمة، وندخلوا ندويو ومن بعد نعلموا الجيران. اختي حكيمة خويا الجيلاني اجب شيخ القبايل عندكم، وديها في ريوسكم وما تبقاوش حاضين الناس. لالا كلثوم في الطوموبيل جالسة اللور، ما تهدر ما تتكلم، باقا غير تستعقل الدرية اللي اختارها الحاج لولدها. دور تشوف في الحاج اللي جالس القدام، هاز يدو للسما وباينة فيه فرحان وما قده الدنيا بالفرحة. دارت سبيعتها على خدها وغير تجبد في عينيها وتسنى غير الدقيقة اللي تحط رجليها في القصر وتشوف هاد البلان مع الحاج. في خيمة السي الجيلاني هو راه بغا حليمة وشفتيه منها خلق. انا خايف لا ما تكملش معاه ويعودوا يرجعوا في كلامهم، والدري ما تعجبوش الدريه وتعود تمشي لينا نسوبية الشيخ غير هكاك. ولا اني راه الشيخ بغاها ما عندنا ما نديرو. شوفي اش ديري غدا، نعودو نمشيو عند الشيخ القصر ديالو، لا يبدل ريو، عودي جهزي البنات كاملين لا يشوفهم ويتنادم معاه الحال. حكيمة تنهدت بشوية عليها، دارت بشوية رجعت للبيت ديال الدريات، لقات فاتحة جالسة مقنتة ودايرة البصلة على نيفها وتشوف حليمة وحداها فضيلة وعويشة حتى هما يشوفوا فيها، وودنيهم طالقينها مع والديهم يسمعوا، وعينيهم ما قدرتش تحيد عليها. حليمة تتشوف فيهم وتسمع امها وباها اش سايرين يقولوا عليها، وغير جامعة يديها عندها. بنيتي حليمة، امي الا ما بغيتوش صافي قولوها لبا الحاج. لا بنيتي، ماشي ما بغيناش حنا، ماذا بينا انتي نزوجوك وبالدار الكبيرة ويتسقم ليك السعد وطلعي فوق العمارية فحالك فحال لياتك. ولا اني راه ماشي اي واحدة بنيتي، راهو حفيد شيخ القبايل، ما عرفنا الحاجة اش باغي يدير. ما بغيتكش ديري بالك بنيتي على والو، غدا نمشيو نشوفو ويكون خير. لا كان هذا رزقك راه ربي جابو حتى لعندك. واحد العافية شاعلة عند واحد 3 اللي باقيين مزوقات جالسات وغيتفرقعوا ويرجعوا يطفاو. حكيمة ناضت من حداها حسن ليها، وحليمة ضامة يديها دوزت على خواتاتها عينيها ونزلتها الارض كتفكر زعما. ديك الساعة
خواتاتها وكون صابوا يقشروا الحيوط وبضفارهم وما يشوفوش فيها. أما واحد فاتحة بدات تقلب في عينيها موحاش البصلة نافعة معاها. في القصر الكبير ديال السي الحاج عيطوا ليا البراح يبرح في الدواور باللي حفيد الحاج المختار يعقوبي غيخطب حليمة بنت الجيلاني السبيطي. بلاتي يا الحاج، والحاج اش هاد الشي؟ الحاج واش ما بانت لك غير ديك الدريريه من دون بنات الدوار؟ مالها حليمه؟ مالها حليمه مالها؟ اتهدنا الحاج، هي دريريه زوينه ما نعيبهاش، ولكن عمر ما غيبغيهاش لك. علاش ما يبغيهاش ليا؟ لاش الباباه لاش؟ والحاج وحس به شويه، راه ما غتعجبوش. لاش ما غتعجبوش؟ ياك انتي جبتك هكاك المره الاولى. والحاج راه انا ما كنتش هكاك، رجع لله. هو غادي يتزوج بها، هي غيتزوج بها، وما كاينش من غيرها غتكون مرتو. حتى انا موافق، ولكن خاصك تعرف راه غير على قبل الخدمه ديالي، وانت مالك معري علينا؟ شتي واخا طير وتنزل كنتي غتزوج بها. كانوا شي خدامات تما كيخملوا من الدريات ديال الدوار، غير يخطفوا الشوفه من السي عمر ويعودوا يحشموا ويتغامزوا وطالقين ودنيهم عمالين الدار. عرفوه غيتزوج بشي وحده اسمها حليمه، ولكن شكون تكون الله اعلم. كلثوم دارت يديها على حنكها وتدور في عينيها وتويل في خاطرها، وعمر وقف قدام الحاج. ايوا نشوف اختيارك الحاج، ها انت غدا تشوفها كي دايره. عمر دور عينه في كلثوم اللي كانت غير واقفة وتخمم في غدا. حتى عمر دار في بالو يجيبوا ليه العروسة يخليها ليهم وهو غادي يدير ما بغى. والحاج الشيبة العاصية قال ليه القران ديال راسو، هادي مرت ولدك واخا يجي ما عرفت شكون ما غيحيدهالوش من راسو. يوم جات العشية فين تجي، حتى البراحة في الدواور يدوروا يفرقوا التمر والحليب والشريحة، والبراحة يبرحوا قال حفيد الشيخ القبايل خطب حليمة بنت جيلالي السبيطي، والخبار كتذيع وتفرق. الحاصل بنات الدوار العزبات فاش تلقوا ودنيهم وسرحوها مزيان وسمعوا بلا حليمة الخايبة الدوار غتخطب الحفيد شيخ القبايل، هاديك هي الموت. كاين اللي تصدمت، كاين اللي بقات تويل وتندب، كاين اللي سخفت وهزوها يديروا ليها السبرت والبصله، وكاين اللي بغات تلح راسها في البير غيشدوها، كاين اللي بدات تبكي وتنحط، كاين اللي تقول عليها سحاره ودارهم سحاره. اما العيالات ديال الجوره تكبوا على دار حليمه يدقوا ويباركوا، كاين اللي تجيب الكيك، كاين اللي تجيب الحنة، وحكيمة واخا تشد من عندهم وتشكرهم اما تذوقش من ديك الكيكة ولا تحني بحنانيهم، تخاف تكون فيها شي حاجة ولا يسحروا ليها فيها. اما لاله حليمة غتشوف في الحيط وتفكر وقلبها يضرب يضرب، تفكر دابا هي خطبها الحاج لحفيدو وغدا غادي تشوفو، ما عرفت تفرح ولا تخلع من اللي جاي غدا، والفرحة شداها بسنانها باغا تبسم وتضحك وحبساها. فضيلة وفاتحة داروا يديهم على خدودهم يشوفوا فيها، واش منك يا اجرام جا في عقلهم عليها. والله حتى غنقجها. يخ شو كي دايره، انت كيفاش هادي قبلوها؟ نوضو تسمعوا البراح ديال الشيخ وضيع خبر زواج حليمه بحفيد شيخ القبايل. حليمه ناضت ومخرجه عينيها فيها، وفضيله دارت تشوف فيها مصدومه، اما حتى فاتحه غمضات عينيها وطاحت جنب سخفانه. يا وديك الليلة ما دازش بخير على قاع الدريات الدوار، أكثرية خواتات حليمة، وكاين اللي شكاع تكون شي حليمة أخرى. علاش مالها حليمة؟ حتى هي بنية فحالها فحال البنات، تستاهل كل خير، جالسة في القنيته ديالها ضامة يديها وتشوف اختها فاتحة اللي عقدوا ليها راسها بزيف حياتي وجوج حامضات في نواضرها، وامها تدخل وتخرج وتقول لهم عوينه هادي ما فيهاش، حتى صبح الحال عليهم. وخيمة الجيلالي النهار التاني ما نعسو ما ضاقو نعاس، غير يوجدوا باش يمشيو للقصر ديال الحاج. امي راه ما عندي ما نلبس، بيجامتي مشرقه، اشنو غندير؟ اويلي بلاتي راه حليت دوك الكريطنات وشفت فيهم شي بيجامات وافيين، يمكن شي خلق باير جابهم لك. واش غادي انا نمشي عندهم بيجامه؟ ويا عندك نيت الصح، زيدي معايا بعدا نقول دوك الخانزات يقادوا لك وجهك بالمكياج وانا نشوف لك جليلبيه من دياولي. حاسه باللي غيرفضوا الخطبه الحليمه، نتوما عارفيني فاش كنكحل كي كنولي كي كتولي كي موكا.
قالها لا يحييك، علاش ديما كتغيروا مني؟ وراني نخاف لا انت لا هي ودات حليمه. هادوك قادوا لختكم باش تبان زوينه قدام حفير شي قبايل، وديروا ليها في حالكم ما تبانش هكا شاحفه. حليمه شافت فيهم والضحكه عندها من الودن حتى اللودن، هما اللي جبدوا عينيهم في بعضياتهم وطرطقوها، وعويشه القويفزه غمزاتهم ودارت لعندها. صافي يا حليمه، اجي نصايبولك، كون جيتي عندنا ما نقولوش لك لا. اجي جلسي. حليمه كتشوف فيهم وتضحك وكتمشى عندهم على نيتها. انا غادي نتكلف بحليمه، الا شحال عندنا من حليمه. ايوا ما تعيقيش بزاف. علاش ما غتعيقش؟ ما ديش على فضيله، راه ديما تتلوح الهضره. في القصر ديال الحاج، وبالضبط في الكوزينه الكبيره ديال الحاج، الدريات اللي خدامات في القصر جالسات في الارض ويقادوا ويصوبوا. كاين اللي واقفات يدوروا في الطناجر ديال الغدا، كل طنجره يا طنجره. وحده تقاد في التويشيات وتصايبهم، ها الحلوى بالاشكال والانواع، ها العواصر بالانواع، ها الفاكهه محطوطه فوق الطبله، والمسمن والبغرير مازال كيعجنوا فيه الدريات ويهضروا. ما نعرف شكون هادي اللي طلع ليها الزهر وتسقم ليها السعد تاخد سيدي عمر. ولا تكون زعما شي وحده من بنت دار المخزن. لا لا، سمعت لاله كلثوم تدوي وتقول باللي هي بنت ما فحالهاش. ايوا يختاروا غير وحده فينا، حنايا بعدا كابرات ونايضات على يديهم. ايوا وهي تدخل وحده لعندهم، امراه كبيره، هي الكبيره في الخدامات تما، كلمتها مسموعه فوق الخدامات. منظرة، فين وصلتوا؟ ايوا طلقوا يديكم، ناس سيد الحاج عليني وصلوا. يلا. حناو راسهم وقطعوا النفس وكملوا شغالهم. ومنهم اللي يجولوا في الدار ويقادوا في الديكور، واخا راه مصوب من عند مولانا. طوموبيل ديال الحاج صايقها تهامي، وقفت ليهم عند الباب، وصيفطوا ليهم طوموبيل اخرى باش ما يعودوش يتزاحموا في وحده. حكيمه هزه جليلبه ديالها وافيه شويه باش تجي قد حليمه. جاوهم على غفله، فين غتلحق تشري ليها توب ولا تخيط ليها جلابه؟ دخلت عندهم وشافتهم مازال دايرين بها، كل وحده شاده شيته وتزوق فيها. ساليتو ليها؟ اه ساليت لك. نشوف. حليمه دورت راسها في حكيمه كتفرنس. اش غنقول لكم؟ العروسه زينه وزادها نور الحمام، ردوا ليها وجهات تشكيله في النيه. شدوا العكر وداروا ليها نقطه نقطه في خدودها، كحلوا ليها عينيها مزيان من الداخل، وداروا ليها الخضر فوق عينيها تحلفي عليها من نبته الخص. والعكر داروا ليها داك الغوز مشعشع. هانتوما اش درتو؟ اش درتو ليها يا المسخوطات؟ اش درتو؟ مسحوا ليها هاد العجب من وجهها. اويلي يا امي راه درنا ليها كفال كنصاوبوا راسنا. حتى هنا عجبني يا امي. اه امي راه جاها زوين. والله الا زوينه امي جاها. حكيمة يلاه غادي تغوت، وسمعت جيلاني كيغوت على بلغتو الصفرا. طلعت غير تخنزيره فيهم. ها الجلابه حليمه لبسيها، وانتوما رجعوها كي كانت، اما تبقاش هكا تعود تدخل عندنا السيد وصدقوا جاريين علينا. حليمه تغبنت قدام امها، بغات حتى هي دير المكياج، وهي يلاه حسات بجنيباتها. خلت ليها الجلابه وخرجت تجري عند الجيلالي. حليمه نزلت راسها في قعانه. عندك اختي، جيتي زوينه بزاف، كاع الدريات ديال الدوار اللي شافوك هكا تعجبيهم. انتي سكتي غتفرشينا. حليمه ضحك فرحانه، اطلقها بسيدي عمر، وهي دايره المكياج، الخلعه شداها، والقلب عندها يضرب ويحيح. ناضوا لبسوا جلالبهم. حليمه لبست جلابيه امها، بقات مضاربه معاها حتى دخلتها غا بزز وخرجتها ضيقه. اما خواتاتها غير يشوفوا فيها ويضحكوا على هاد الحاله اللي غادا بيها. كملتها بجلابيه امها. الجيلاني جات عينه في عين حليمه اللي غير شافت باها، ونزلت راسها حشمت قدام باها. انتي هادي شكون دار فيها هكا؟ انت زيد غنتعطلوا على الشيخ، صيفط طوموبيلاته هكا من قبيله. الجيلاني فقد الامال في خطره فاش شاف وجهها هكاك مخلط وديك الجلابه مزيره. وفين الدريات؟ خرجوا بنات الحرام مزيزات وموجدات تحل فيهم هما اللي غاديين يتخطبوا. الجيلاني عاد ارتاح شويه، الا ما بغاش ليه حليمه دغيا يدفع عليه وحده اخرى. اما واحد حكيمه ما بقات عارفه ما دير، غير توكل امرها الله. حلقتنا اليوم سالات، ما تنسونيش من ابوني وبارطاج، ومرحبا بانتقاداتكم ونصائحكم في التعاليق. الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.